كان أكبر تمهيد نيراني حدث في الشرق الأوسط. حتى بنعمل كده مقارنة مع معركة العالمين، سواء عدد المدافع أو عدد الطلقات أو إلى آخره، بغض النظر طبعا عن الفارق ما بين ظروف المعركتين، إنما بنقول في هذا التمهيد النيراني يعني كان اشترك فيه، كان في المدفعية حوالي 4000 مدفع، أكثر من نصفهم اشترك في التمهيد النيراني اللي المفروض يمهد لعبور القوات. يمكن بأكثر من 10,000 طلقة في الدقيقة. هذا التمهيد أساسا كان لستر اقتحام القوات لقناة السويس وتمهيد الأعمال أمامها حتى تستطيع أنها تحقق المهام بتاعتها على الضفة الشرقية، خصوصا في المرحلة اللي الكباري لسه ما اتعملتش فيها، ويمكن كان الأسلحة التقيلة سواء كدبابات أو كمدافع تقيلة ما لحقتش عدت، فيبقى لازم تحتاج إلى ستر قوي بالنيران. أعتقد أن التمهيد النيراني حقق أهدافه على طول الجبهة بالكامل، سواء في مواجهة الجيش الثاني الميداني أو الجيش الثالث الميداني، باستخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة، من أول الهاونات الصغيرة إلى الصواريخ الصغيرة إلى المدفعية الثقيلة إلى الصواريخ التكتيكية إلى العمق التكتيكي في ممرات متلا ومطار المليز، إلى يمكن بعد كده بعد التمهيد إلى الصواريخ أرض اللي كانت بداية تجربة الصواريخ أرض. أعتقد أن الإطالة في التمهيد النيراني يمكن السادة القادة اللي كانوا قادة الفرق العظيمة اللي عبرت في هذا الوقت تستطيع أنها تقول على نتائج هذا التمهيد وما حققته في تأمين عبور القوات.